ازيكم عاملين ايه؟ لو انت متخانق مع حد، اوعى تروح تتكلم معاه وانت حاسس بغضب شديد جواك منه، سواء في علاقة عاطفية او في شغل او في اي حاجة. جرب اللي انا هقولك عليه ده. هات ورقة من غير سطور وقلم ازرق، واكتب كل اللي مضايقك من الشخص ده. اكتب بكل الطرق اللي انت عايزها، مش فارقة طريقة الكتابة عاملة ازاي. عبر بالطريقة، بالغضب اللي جواك، بالطريقة اللي انت عايزها، كل اللي انت عايزه. وبعدين امسك الورقة دي واحرقها، وشوف هيحصل لك ايه. لما تعمل كده وتحرق الورقة، هتحس ان كمية كبيرة من الغضب اللي جواك طلع في الورقة. بعد كده ابدأ استرخي واستقر، واسأل نفسك في هدوء كده واسترخاء: يا ترى ايه الرسالة اللي الشخص ده عايز يقولها لي؟ يا ترى ايه الرسالة اللي الموقف ده عايز يقولها لي؟ لان مفيش شخص او حدث او موقف بيدخل حياتك الا لو كان هو عايز يديك رسالة. فحاول الاول تعرف ايه الرسالة قبل ما تروح تتكلم مع الشخص ده وتحل المشكلة معاه. حلها مع نفسك الاول. جرب الطريقة دي، ولما تعرف الرسالة او تظهر لك الرسالة، لأن انت مش هتكون عارفها على فكرة، انت هتكتشف ان الرسالة بتظهر لك بشكل غريب. يعني ممكن بعد ما تسأل السؤال ده تسمعها في مسلسل، حد من اصحابك يكلمك يقول لك معلومة، تفتح الفيديو بتاعي ده تسمع معلومة، فهتلاقي نفسك عرفت الرسالة بالصدفة. لما تعرف الرسالة دي، الخطوة اللي بعد كده انك هتحس ان في جزء كبير من الغضب اللي جواك انتهى، لانك خلاص اخدت الرسالة من الشخص. والاشخاص في حياتنا مجرد رسائل على فكرة. لما بقى الغضب ده يخلص والرسالة تعرفها، جرب تروح تتكلم مع الشخص ده لو لسه جواك حاجة عايز تقولها. لكن ما تندفعش وتروح تتكلم مع الشخص ده وانت لسه غضبان او مش متزن شعوريا، لانك اكيد هتخسر في الحوار ده. اهدى الاول، استرخي، اعرف الرساله من الموقف اللي حصل لك، وبعدين لو لسه جواك حاجه عايز تقولها، روح قولها باتزان. وما تتهمش الشخص اللي قدامك وانت بتتكلم. اوعى تروح تكلم حد وتقول له انت عملت فيا كذا وكذا وكذا وتلعب دور الضحيه. اخر نقطه هقولها لك في الفيديو ده عشان تعرف تكسب الحوار مع الشخص ده، ان انت تروح بنيه ان انت عايز تفهم فعلا ازاي تصلح الموقف بينك وبينه، وانك عايز تفهم دماغه عامله ازاي. فاول حاجه تعملها له ان لما تروح تتكلم معاه، قول له انت لما عملت كذا كذا انا حسيت بكذا كذا، فممكن تقول لي ده معناه ايه بالنسبه لك انك عملت كذا. حاول تفهم الماب بتاعته او الخريطه الذهنيه بتاعته. هو لما اتصرف كده كان ايه الموقف بتاعه، عمل كده ليه؟ وانا متاكده انك هتتفاجئ ان السبب اللي خلاه يعمل كده بعيد تماما عن اللي كان في مخيلتك، لان هي دي عادتنا، دايما بنحط اسوأ احتمال. جرب الخطوات دي وشوف هيحصل ايه وقول.